اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل طاجن البامية في الفرن، والمقادير في اخر الفيديو. اول حاجة عندنا نص كيلو بامية، هنغسلها كويس وبعد كده هنقمعها بالشكل ده. وبعد كده هنجيب حلة، هنحط فيها زبدة مع زيت او سمنة على حسب الرغبة، وهنسخنهم كويس قوي. وبعد كده هنحط اللحمة بتاعتنا قطعة قطعة، ما نحطش اللحمة كلها مرة واحدة عشان ما تنزلش من درجة حرارة الحلة، فبالتالي اللحمة بتاعتنا تنزل كل ميتها. احنا عايزين اللحمة تفضل محتفظة بالمية بتاعتها، وهنحمرها بالشكل ده. وبعد كده هنحط فلفل اسود وبهارات وبابريكا وجنزبيل بودر. الملح مش هنحطه دلوقتي، هنحطه في الاخر. هنبتدي نقلب كله مع بعضه بالشكل ده. وبعد كده هنحط نص كوباية شوربة أو مية على حسب المتوفر عندنا، وهنغطي عليها ونسيبها على نار هادية لغاية ما المية أو الشوربة تنشف معانا. وبعد ما بتنشف المية هنبتدي نحط بصلة كبيرة متقطعة ونبتدي نشوحها مع اللحمة. وعندنا برضو 4 فصوص توم مفرومين، هنبتدي نشوح كل ده مع اللحمة بالشكل ده. وبعد كده هنحط البامية على اللحمة ونبتدي نشوحهم مع بعض لمدة 3 دقايق. ودي خطوة مهمة قوي عشان تقفل كل المسام بتاعة البامية. وهنحط مكعب مرقة ده اللي يحب وعلى حسب الرغبة. وبعد كده عندنا نص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط، هنبتدي نحطها. وبعد كده هنحط كوباية شوربة أو أكتر على حسب الرغبة، أو ممكن كوباية مية أو أكتر برضو على حسب الرغبة. ونسيبها تغلي شوية حوالي 5 دقايق. وبعد كده نحط الملح بالشكل ده، وممكن نرش رشة فلفل، ونسيبها تغلي حوالي برضو 5 6 دقايق على نار متوسطة. وبعد كده هنجهز الطاجن بتاعنا، وهندهن الطاجن بسمنة أو زبدة. وبعد كده هنحط البامية باللحمة اللي احنا عاملينها، ونحط الكمية المناسبة لينا. وبعد كده هنغطيه بفويل بالشكل ده وندخله الفرن لمدة تلت ساعة. وفي آخر 5 دقايق هنشيل الفويل عشان ياخد وش معانا بالشكل ده. أتمنى حضراتكم تجربوه وإن شاء الله يعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.